الجزائرية ليلى عيشي ترسل رسالة هامة للشعب المغربي والملك محمد السادس شخصيا. بعد الجدل الذي أثاره ترشيح ليلى عيشي للانتخابات التشريعية الفرنسية عن الدائرة التاسعة لفرنسي الخارج والتي تضم 16 دولة بينها المغرب والجزائر وتونس، إثر اتهامها باتخاذ مواقف معادية للمغرب من خلال تبني أطروحة جبهة البوليزاريو، خرجت مرشحة حركة الجمهورية إلى الأمام عن صمتها في بيان نشرته على حسابها في تويتر، وقالت إن موقفها من نزاع الصحراء الغربية هو موقف فرنسا والأمم المتحدة، وأعربت عن تقديرها للمغرب وللملك محمد السادس. وقالت عيشي في بيانها إنها لم تتحدث إطلاقا بكلمات غير مناسبة عن المغرب أو شعبه أو ملكه، وأكدت أنها لم تشكك أبدا في سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، ووصفتها بالبلد العريق المتميز بتاريخه وحضارته. وبخصوص قضية الصحراء المغربية قالت إن موقفها هو موقف فرنسا، وأنها تدعم بقوة المساعي الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة. وختمت السياسية الفرنسية بيانها بالقول إنها ستركز على حملتها الانتخابية، وأنها ستكون سعيدة بلقاء المواطنين المغاربة داخل الأراضي المغربية. شكرا لكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.